النجمة ليلى عبد الله على ريد كاربت وبطريقة مختلفة لهذه المرة. حياك الله معنا. الله يحييك. هذا الفانز لليلى عبد الله، النجمة اللي لها شعبية وجماهيرية كبيرة ما شاء الله في الكويت والخليج. أنا تدمرت شوي. لا يمونون الفانز. طبعا. حنضبطها نشيل هذه الأشياء، ولكن هذه أكيد مظاهر فرحة الحمد لله، وأكيد سعادة من قبل الناس ومن قبل جمهور ليلى عبد الله. ليلى تعتبرين نفسك نجمة تينيجرز؟ اي ليش لا؟ تحبين انك انت تكونين كذي؟ اي طبعا، لان هذا عمري، يعني انا اللي قاعد اسويه حقهم كله يعني يمثلهم، يمثل عمرهم، وانا اوريدي يعني ان الحين على يعني 19 18 كذي، عرفت؟ فان عمرهم، فانا وايد استانس لما اكون ان فنانه حق تينيجرز، عرفت؟ نعم، اطلاله رائعه. وخلينا نشوف ماذا قيل عن ليلى عبد الله في الويكيبيديا الموسوعه الحره. ليلى عبد الله نجمة شابة دخلت إلى المجال الفني في الكويت منذ العام 2010، وكونت جمهور ومحبين من الصغار والكبار في فترة قياسية. في بحث سريع على صفحة الويكيبيديا تم تعريفها كالتالي: الاسم ليلى عبد الله، ممثلة لبنانية ولدت في الكويت في 8 يناير من العام 1996 من برج الجدي. بدأت مشوارها الفني قبل 4 سنوات عندما ظهرت على الشاشة الصغيرة لأول مرة في الجزء الثالث من برنامج عيني عينك في العام 2010. ثم لفتت الأنظار بموهبتها بعد أن آمن بها المخرج محمد دحام الشمري، وقدمها في دور مميز في مسلسل ساهر الليل من نفس العام. توالت بعدها الأعمال الدرامية والمسرحية، فقدمت ليلى عبد الله حتى اليوم 21 مسلسلا تلفزيونيا، كان أهمهم مسلسل ساهر الليل، شر النفوس، باب الفرج، علمني كيف أنساك، بنات الجامعة، هجر الحبيب، سر الهوى، أشوفكم على خير، الواجهة، مسكنك يوفي، ومسلسلها الأخير لهذا العام كسر الخواطر. كما عشقها الجمهور من الأطفال في عدة مسرحيات استعراضية ناجحة ومميزة قدمتها لجمهورها من الأطفال على خشبة المسرح، وهم مسرحية قصة حب، الغول، أحلام وطن، قلعة الساحر، مصنع الكاكاو، وآخرهم لهذا العام مسرحية بياع الجرايد. أيضا فقد اقتحمت ليلى عبد الله مجال التقديم التلفزيوني هذا العام من خلال تقديم برنامج المسابقات طارق شو مع نجم الكوميديا طارق العلي. النجمة الشابة ليلى عبد الله استحقت وبجدارة أن يفرش الريد كاربت تحت قدميها الليلة لتكون نجمة الحلقة لهذا الأسبوع. النجمة ليلى عبد الله والموسوعة الحرة والويكيبيديا. وما مدى دقة ما قيل عنك يا ليلى؟ وايد صح، كل شيء صح. ان من مواليد 1996 شهر 1 يوم 8 وبرج الجدي، صح. كل شيء ينبلى قاله صح، بلا اي حتى يعني مسلسلات. كان معاك الويكيبيديا حقيقي، وكل معلوماتك كانت حقيقية. راح نشوف إطلالات ليلى عبد الله بعد شوي. وبعد ما استقبلوش الباباراتزي والفانز راح نشوف ليلى عبد الله على ريد كاربت، ونشوف اطلالات مختلفه لليلى عبد الله. وانت اكيد ماشيه على ريد كاربت اكثر من مره. يعني تقدر تقول 3 مرات. في الكويت فقط ولا خارج الكويت؟ لا، الكويت، برا الكويت مره، وبالكويت 3 مرات، وهذه الرابعه. متى اول مره؟ متى اول مره؟ كان بمهرجان المميزون، كان ب 2013 2012، ما اتذكر بالضبط متى. زين، هذه كانت اول مره. كم عمرك كان؟ 16 15. زين، وعقب مخترعه من الاوضاع؟
مرتبكه وانت لا اول عادي، مره؟ لان انا احب شي، عرفت؟ واوريدي انا كنت اشوف شي اشياء، يعني انه برنامج اسمه ذا انسايدر، فكنت اشوف يعني شلون يمشون وشلون انه ما يتعاملون. انغريتي بنفسك ليلى عبد الله ان انت في هذا العمر الصغير انغريت؟ نجوميه؟ اي لا بالعكس، قمت اخاف، يعني اخاف اكثر، لانه وقمت مرات انه مو ما اصدق كثر ما انه شلون صار وياي شيء. الحمد لله احمد ربي، اخاف احسب نفسي اي شيء. بس صدق مرات انت تقعد بينك وبين نفسك لما تشوف مثلا لما تطلع اون ذا ستيج على المسرح، لما تشوف بالمسرحيه، يعني لما تشوف الناس شلون يصفقون لك ويصرخون وشي، تنصدم انه شلون ما شاء الله صار شي بسرعه، عرفت؟ هذا اللي كنت اخاف منه. الصورة الأولى لك رسميا وأنت تسيرين على ريد كاربت، نبي نشوف الصورة هذه وتقولي لنا ليلى وين كانت هذه الصورة تحديدا؟ اوكي. اي مني كان مهرجان دبي السينمائي، اي ثينك كان ب 2013. اي 2013 مني، كان بدبي. شنو اللوك اللي عادة تعتمدين الظهور فيه ليلى في المناسبات الرسمية مثل ريد كاربت؟ انت هني شنو كنتي لابسة؟ اوكي هني كنت لابسه جمب سوت. راح تضحك الحين شلون صار الموضوع كله. انا كنت ناويه البس دريس، بس انا كان كل من رايح، يمكن انا اصغر واحده عرفت من الموجودين، لان كلهم كانوا اكبر مني، فكنت ودي ان اطلع مو دريس وشي وانه شيء مرتب اكبر من عمري، كان ودي اطلع بعمري انا، عرفت شلون؟ المهم دورت وايد بالمحلات وشي ان ابي شيء يناسبني، دورت بالانترنت، دورت وايد اشياء، ما في، كل شيء كان اكبر من عمري، وكنت مني يعني كان 16 عمري 17 لا 16 كان مني. فاخترتي اللبس هذا؟ اخترت اللبس هذا. انزين هالجمب سوت من مانجو. من مانجو والله العظيم، ورحت فيه. خذيتي جنطه جاثيك عليها ستايل اي كذي كان ستايلي، وشعري كان كذي تقريبا نفس هالشعر، بس انه كان مور انه اكثر، يعني ما كان شيء انه وايد كلاسيك، عرفت شلون؟ انت تلبسين اللي انت تحبينه ولا اللي الجمهور يبي؟ لا طبعا اللي انا احبه، لان هذا عمري، لازم الحين البس على عمري. الحين انا ممكن لابسه اكبر من عمري، بس لازم انه خلاص انا الحين حق تينيجر، لازم البس لهم هم. شنو اجرأ شيء لبستيه او سويتيه؟ اجرأ شيء لبسته؟ ما ادري، ما اتذكر اجرأ شيء لبسته، بس في كم لبس، بس ما يتعدى الحفر. اكثر يعني شيء جريء سويتيه؟ اكثر شيء، ترى الجرأة ليست لها علاقة فقط بالاحتشام في انه هو يكون حفر او لا. ادري، توني هاي بقول لك ان اكثر شيء جريء سويته يمكن دور من الادوار، انه كنت لا وايد. قصدي كلوك. كلوك، كشكل. تاتو؟ اي اجرأ شيء؟ اي انت مسوي تاتو؟ اي مني. ورا خلينا نشوفه. تلتفتين؟ اوكي، شنو مكتوب؟ Don't dream it, be it. ليش مختاره هذه العبارة تحديدا؟ هي هالعبارة هالعبارة تحديدا، هذه هي والت ديزني قايلها، بس قايلها بطريقة غير، بس أنا ما بيكتب كتاب يعني إن شاء الله إنه شنو كاتب Don't dream it be it شيء، لا مو كذي، شيء إنه أطول. إنزين بس اختصرت الكوت كلها يعني شي، وحطيت هذا Don't dream. أنا وايد أحب والت ديزني. ما خفتي من الانتقادات في إن أنت تسوين تاتو؟ لا، لان انا بقناعه نفسي انه راضيه، عرفت شلون؟ ما خفت من الانتقادات، مع اني شفتها، لان هو بسر الهوى بين، بحكم ان التيشيرتات اللي لبستها بينت التاتو، بس ما ادري يعني وايد انتقدوني ليش سويتي كذي. ابي اسوي الحين اللي انا احس انه ابي استانس فيه، عرفت؟ لان بعدين راح ادش بعمر، انا راح اكون انه خلاص لازم انه ما اسوي هالاشياء، وراح تجي فتره واشيله. يمكن التاتو كنت بقول لك انه راح يتم معاش طول العمر، ولكن انت لا فكره انه اشيله، لان امي وابوي خلاص لا متى، عرفت؟ قاعد يحنون علي انه شيلي، وانا بعد قاعد افكر انه لازم اشيله. هو نايس على فكره، واختيار موفق. الصوره التاليه معروف ان الاخوات دائما يتلابسون ليلى، هذا طبيعي يعني، دائما لما نشوف مجموعه من الفنانات خصوصا سواء كانوا فنانات ام لا يتلابسون مع بعض، يلبسون ملابس. الصوره التاليه انت طالعه بستايل حلو ولابسه فستان او درس ابيض، فانت دائما اذا بنسالك ان انت دائما تحبين ان انت تلبسين من خواتك؟ طبعا، يعني الحين انا حتى البس القطعه اكثر من مره، لان انا اقول لك على شيء، انت لما تيجي تدفع حق القطعه راح تدفع يعني مبلغ وقدره، اوكي، حتى لو مثلا حتى لو 100 200، ترى هذا يعتبر مبلغ اذا انت قاعد تشتغل عشان تدفع حق هالبدله، فمو يعني مو عيب او مو حرام ان انت تحللها، عرفت شلون؟ فانا واختي، وبعدين راح تنتقل حق اختي الصغيره وكذلك يعني عادي. زين هذا النفنوف الابيض، انت شفتي النفنوف الابيض توا في المونيتور؟ خلينا نشوف الصوره.
اي اوكي. انت لابسه هني، انت شايفه المقارنه؟ كيم وكلوي. اي كيم وكلوي وانا خوات، هما إيه. كيم وكلوي خوات، وانت طالعه بنفس نفس اللبس. نفس اللبس هو هذا، هي نفس البدله يعني. انتوا صرتوا خوات باللبس. اي خوات باللبس. انت مقلدتهم قاصده ولا والله العظيم بالصدفة؟ مقلدتهم بالصدفه. ان لبست كذي بطارق شو، كان رفيجتي هي تقول لي نطري ترى كلوي وكيم انه لابسين نفسك، فحطت لي صوره وحطيتها، قاعد اضحك قلت لهم تهقون اي يعني اي واحده احلى، شي قاعد اضحك. كنت من وين كنتي لابسه؟ هني كنت لابسه من ميلانج. زين هو بصراحه ما اتذكر شنو ماركه النفنوف، بس ميلانج هم اللي يعني وفروا لي اياه. الستايلست مالتي يعني قالت ان ابي هالنفنوف هذا، فجابته من ميلانج. منو النجمه العالميه اللي تحبين تقلدينها في الستايل ليلى؟ شوف هي مو ممثله اللي انا احب اقلدها، احب ميروسلافا دوما، هي فاشن بلوجر روسيه. هذه هي ان اللي انا اشوفها احلى واحده تلبس بصراحه، وايد ملابسها شيك، وايد اليجنت، ومرات تلبس اشياء مينونه بس تشوفها وايد ناعمه. انا احب شي وايد بسيطه، ما احب التكلف وما احب الاوفر وشي، عرفت؟ ومنو الفنانه الخليجيه اللي تحبين ايش تقلدينها باللبس؟ او تلبسين نفسها ونفس ستايلها؟ ماكو. ما يعجبك ستايلهم؟ لا مو انه ما يعجبني، لا تمشكل. لا تمشكل. ما قلتي اسماء، احنا للحين ما تطرق من الموضوع. زين لا انا مو قصدي كذي، كلهم والنعم فيهم وكل واحده ولها ذوقها، بس انا ما اقلد احد يعني. زين منو الفنانه اللي انت عندك ان هي شكلها وايد حلو بس ما تعرف تلبس؟ يعني انت ساعات بينك وبين نفسك تقولين يعني يا فلانه ودي اكشخها. انا إيه؟ مرات اشوفهم بيني وبينك، ما راح اقول اسامي، انسى. اشوفها صريحه ليلى، انا ادري ان انت صريحه. انا صار والحين والحين ما فيها زعل. ما فيها زعل طبعا، بس هذا فنانة رايي. ودك إن بس هي اقول لك تغير على ستايلها. شيء هني او بالكويت او عموما بالعرب، لما انا اجي انتقد هم عبالهم ان انا قاعده اجرح وقاعد اوصل حق شخصهم، وهو الموضوع مو كذي. هو موضوع الحين احنا قاعد نتطرق حق ازياء وملابس، بس هم لأن هذا ذوق يفهمون غلط. شخصي بس. اي بس هم يقولون هذا كيفي وانا هذا ستايلي وهذا ذوقي، ما بيها ادش وانت بهالمواضيع. كيفك بعد؟ مو هذا هو. وايد في فنانات اشوفهم يعني لبسهم وايد اوفر، حرام، مو حلو. مثل؟ ماني قايله مثل منو، لبسهم وايد اوفر، وايد يعني يمكن هم يحبون كذي عادي يعني، كيفهم هذا ذوقهم، بس بالنهايه ودي ان اشوف الكل شيء بسيط بشيء ناعم. في ناس يلوق عليهم الاوفر. ولا مره قلدتي فنانه خليجيه حتى وانت صغيره؟ انا وصغيره قلت لا. كلش تحبين ان انت تكونين مثل ما انت. ننتقل الى الصوره التاليه. ليلى وانت مرتديه الازياء التنكريه في احدى المسرحيات، وتحديدا بمسرحيه مصنع الكاكاو. وراك مجموعه من الفنانات اللي شاركوا في بطوله هذه المسرحيه، هل كنتي مقتنعه بالازياء؟ ايش دراك انه مقتنع ولا مو مقتنع؟ ايش دراك انه اذا كنت مقتنعه ولا ما ادري، انا ما ايش معنى؟ قلت انت مقتنعه في الازياء ولا لا؟ مجرد سؤال. شوف كاقتناع لا، ما كنت مقتنعه، مع انك بعد يعني اول ما لبسته شي تضايقت، حتى يعقوب عبد الله يدري بهالسالفه. زين كلنا ندري بهالسالفه. ليش ان كلنا؟ انت كنتي مو عاجبتك الازياء. ايش دراكم؟ ايش دراكم؟ زين بس عندنا عصافير وايد تقول لنا، أي فمعناته ان أوكي. معلوماتنا حقيقيه في ان انت ما كنتي مقتنعه في الازياء. بس وهذا بعدين رايك. حرام. بعدين شوف انا لما لبست ما اقتنعت، قلت انه لا وما شنو، بعدين حرام، وايد حرام. انه اللي صممته هي جتني وقالت لي شنو اللي معاجب. انا اتذكر كنا مجدولين اسمها، اي هي جتني وقالت لي انه شنو انت حابه وما حابه، وبعدين والله مع الايام لان احب المسرحيه فحبيت اللبس وايد. بس انت مو كأنك مخربه اللبس انه حاطه تيشيرت ابيض تحت الدرس؟ اطلع بحفل يعني ولا شنو؟ فهذه كانت المشكله. هذه كانت المشكله، ان انا ما احب البس انه تيشيرت تحت شيء، كان منرفزني الموضوع، عرفت شلون؟ هذا كان كل الموضوع، ان انا شلون البس انه تيشيرت تحت شيء حفر، يضايقني، ما احب، مو حلو شكله اصلا. زين ليش ما مثلا مصممه الازياء غيرت الستايل وسوت نفس ما انت تبينه، من غير ما تحطين تحت التيشيرت وتخربين شكل الفستان ويصير مو بروفيشنال؟ اي انا اقول لك لانه كان ممكن شنو قالت لي انه راح يصير ان القماشه الزايده هذه، شفت انت شيء مني لونه عنابي على وردي غامج، اذا زدناه راح يصير وايد شكله انه يعني غلط اكثر من ما انه يكون في تيشيرت بيضاء. التيشيرت البيضاء لما طلعت فيه على المسرح اشوى انه رجعت الموضوع مع الاضاءه وشي، صار اشوى انه احلى. عرفت؟ شنو اكثر مسرحيه مثلتيها وشاركتي فيها حبيتي وايد ازيائها؟ قلعه الساحر. واكثر مسرحيه ما حبيتي ازيائها؟ اكثر مسرحيه ما حبيت ازيائها
ماكو والله، لان انا بسرعه اقتنع، عرفت؟ فيوم عن يوم ان اقتنع مع الحركه مع كذي، ومع الاضاءه وشكلي بالصوره. دبلوماسيه، ما راح اقول لك شنو اكثر مسرحيه ما حبيتي ازيائها، بس يعني معنى كلامك، ما راح اقول لك معنى كلامك، الناس راح تعرف شنو اكثر مسرحيه ما حبيتي ازيائها يا ليلى. والصوره التاليه، او لا قبل لا اروح حق الصوره التاليه، انا عندي سؤال، ان انت بعد ما تخلصين المسرحيه الازياء تحتفظين فيهم ولا تخلصين منهم؟ لا نحتفظ فيهم عند الفاشن ديزاينر، هي تاخذهم. انت ما تاخذينها؟ لا ما اخذهم. حلو. الصورة التالية نرجع أو نعود إلى سنوات قديمة، وليلى عبد الله وهي طفلة صغيرة بريئة. ما زالت ليلى محافظة على براءتها، ولكن هالصورة مو وايد من زمان. كم عمرك هني كان؟ من عمري 3 سنين 4 سنين. يعني من 14 سنة تقريبا؟ اي 14 سنة، إذا 4 سنين 14 سنة، إذا 5 سنين 13 سنة وكذلك. كان شكلك مختلف في هذه الصورة عن الحين، تحسين أن ليلى اختلفت ولا ما زلتي محافظة على ملامحك وعلى روحك؟ شوف، ملامحي هي نفسها ما تغيرت، إذا أنت تلاحظ كل شيء فيني نفسه، بس أنا أعترف لك أنه تفخت شوية. تفختي شفايفك؟ اي، لأنه كان شكله وايد مو حلو بالشاشة، لأنه لما أضحك كانت لثتي كلها تبين. انزين، فلما رحت حق طبيب الاسنان قلت له انه شنو ابي اسوي ويا لثتي، لانه وايد تبين مو حلو. انت يعني شكل الاسنان لازم اول شيء يكون حلو بالشاشه. فقال لي انت اصلا ما يبي لك ان نقص لثتك او شيء، لازم انه بس تتفخين حلجك شويه اللي فوق علشان انه يطلع شكل حلو، لان حلجي كان خط لا ينفع، لا حمراء، حتى بالميك اب كان في مساحه وايد مني وهني، عرفت؟ فانت مسويه شفايفك وبعد؟ بس والله لان هم في اتهام ان انت مسويه الفك، وراس امي الفك هو يعني مستعده ان اروح عند مال التجميل واقول له انا مسويه، ويصورني اشعه بعد نفسه. هو اصلا مو حلو وايد، ما يشون مني بتفوخ اكثر من مني والله. الله يحفظك. هذا ساعات يمكن الناس لما يشوفون شيء حلو فدائما ما يعتقدون ان هذا نفس عيونك. تجميل. نفس عيوني صح. بالنسبه حق الفك، لان الحين الشكل الجديد او الستايل الجديد في ان الكثير من الفنانات يسوون الفك هذه، وهذه تعتبر ميزه جماليه. الله يحفظك ليلى. نرجع مره ثانيه لطفولتك، انت عشتي لوالدين من الصم والبكم، وحضرتك تفتخرين طبعا وتتشرفين بهذا وتذكرينه في الاعلام، وانت اكبر خواتك واخوانك. بما ان والدينك الله يحفظهم لك كانوا ما يتكلمون، انت لقيتي صعوبه في انك انت تتعلمين الكلام؟ اي طبعا. صعوبه لان كنت في بيت ما في ان احد يسولف او احد يتكلم، انزين، لا امي ولا ابوي. فاول شيء تعلمته انه مثلا عشان اعرف ان شلون ان اتفاهم وياهم، فامي كانت مثلا تقول لي ان تروح تاشر لي عند الباب، تقول لي ان هذا باب كذي، هذا فراش، هذا اكل، هذا ماي، فهمت؟ بدال لا تقول لي ماي اكل تفاح، فهمت شلون الاشياء؟ انت طبعا لغه الاشاره كامله عندك، تجدينها تماما، يعني تتكلمين كمل اللقاء فيها بعد، كمل اللقاء باللغه. والله انا اتمنى بصراحه ان كل يعني هذه الفئه يشوفون ريد كاربت ويفهمون كل الكلام، بس هم عندهم قدره ايضا على اللبسينج، انه يعرفونه ويفهمونه، بس احسن ان انت تقول لهم بالاشاره الاشياء، عرفت شلون؟ لغة الإشارة وايد سهلة، وهي لغة عالمية. أي لغة عالمية، بس تخيل شنو الحلو فيها، إن كل ديرة عن ديرة يفرق، فهمت؟ شلون؟ يعني أنا أقول لك، يعني مثلا لما هني الصم الكويتيين لما يروحون أمريكا ما يفهمون على بعض وايد، فهمت؟ يعني الإشارات تختلف. طبعا تختلف. لما يروحون بريطانيا الأمريكيين لما يروحون بريطانيا ما يفهمون على بعض، وكذلك ان من كل ديره الى ديره تختلف نفس اللهجات واللغات. العاميه، شلون اللهجه العاميه؟ يعني مثلا بالكويتي لهجتنا كذي، اماراتي مع اننا قراب يفهمون بشكل عام، ولكن هناك اختلافات. في مثلا اللغه العاميه الكويتيه، وفي اللغه اللي هي الانترناشونال اللي كل العالم يفهمها، هذه مالت المؤتمرات، مالت الاشياء المهمه، عشان ان الكل يفهمها، في لغه انترناشونال حقهم. اتضحت الرؤيه يا ليلى، وننتقل الى الصوره التاليه وفيها اختك وانت بين خواتك. الصوره مع خواتك، الاخت الاولى اللي هي اختك الفنانه شهد، وايضا اختك الثانيه دودو. كم عمرها دودو؟ دودو الحين 9 سنين. زين، هل غاروا منك لما انت دخلتي المجال الفني؟ لا، يمكن غاروا علي ان انا وقتي كله مو معاهم وكذي. يعني حتى دودو لما اطلع بمشاهد ان انا عندي اخت صغيره او اخو صغير ودلعه وكذي، ان المشهد يعني يبي له كذي، فتغار. طالعتين مو عاجبها. دعاء.
دعاء يعني انت إيه. وشهد ليلى دعاء دودو شهد دعاء بعد كملي لي فيصل. فيصل يعني انا فيصل شهد دودو دعاء. فيصل مو داخل المجال الفني؟ لا مو داخل. ولا يحب انه هو يدخل؟ لا يستحي ما ادري، بس انا ما ودي يعني ودي يصير انه دكتور مهندس محامي. دعاء دودو لا انا ودي يعني قاعد ارسخ بمخها انه صيري دكتوره صيري دكتوره صيري، قاعد العب بمخها عرفت انه صيري دكتوره، مع ان هي داشه تمثل لانه ياهل، بس لما تكبر انا كلش ما بيها تمثل. قاعد يشوفون حلقتنا او حلقتك اليوم؟ اي دودو قاعد يعاجل قاعد تشوف. انت تصرفين عليهم ليلى ماديا؟ اي طبعا. انت متكفله ماديا؟ بكل شيء اي طبعا الحمد لله. هل تحسين ان هذه مسؤوليه كبيره على عمرك الصغير طبعا. ليلى؟ اي وهالمسؤوليه علمتني وايد اشياء، الحمد لله انا مستانسه ما احس انه مثلا في شيء ثقيل، اوكي مرات احس انه في شيء ثقيل لما احس فلوسي قاعد تخلص، بس بالنهايه احمد ربي ان انا الله وكلني هالمسؤوليه، مو مسؤوليه شيء ثاني، مسؤوليه اهلي، عرفت شلون؟ فاستانس مثلا لما احس ان انا مسؤوله عن امي وابوي اختي واخوي واختي الصغيره وعن نفسي، وان ما قصر معاهم بشيء، واشوف حياتنا الحمد لله بتطور من شنو كنا الى شنو صرنا، عرفت؟ كبيت كسياره يعني حتى المصروف الشهري ماتش من ادق التفاصيل لاكبرها مدارس بلا 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 كل هالحكي، لما اشوف انه شلون صار في تطورات استانس الحمد لله، عرفت؟ احس ان انا قاعد اشتغل انه والله شيء احبه بنفس الوقت قاعد اصرف على ناس مهمين. احييك على صراحتك وان انت فتاه مثابره مجتهده مناضله، الله يكثر من امثالك ليلى. اقدر اعرف الوالد والوالده شنو يشتغلون؟ ما يشتغلون؟ انت بس انا في كل الاشياء الماديه، والله يكثر من امثالك ليلى، لان انت قاعد تتعبين وهذا عرق او عرق جبينك مثل ما يقولون. الصوره الاخيره وانت مرتديه الحجاب، وايد اشاعات طلعت عنك ليلى في ان انت كنت متحجبه وان انت شلتي الحجاب، وهذا يمكن كان دور او كاركتر او شخصيه. اتوقع انا غريب الدار، متاكده انه غريب الدار. وايضا قالوا سمعت يمكن انت هالكلام ان انت مو مسلمه، هذا احدى الكلام او الاشاعات، صح؟ يا الله ايش درك؟ اي والله بصراحه لانك كنتي لابسه صليب مو صليب، راح تضحك تخيل البانك ليف اي هذه انزين البيضه بس حمراء كنت لابستها، البانك ليف هذه ورده انزين. هم شنو قالوا؟ انت مسيحيه خلاص اوكي كيفكم، انا مسيحيه بس الحمد لله انا مسلمه، بس خلاص يعني تعبتوا على ان ايش كثر قالوا. اي بعدين قالوا لا ان فان كليف هم قاعد يسوون الورده علشان غصب يبون الاسلام يلبسون صليب. صليب وايد فرق، وهذه وايد فرق. الصليب يعني شيء كذي يعني غير عن هذه. لا وانت مو مسلمه يعني، واعلنتي هذا اي طبعا انت مسلمه، الله يتمم عليك. هل تعتبرين نفسك قدوه لبنات جيلك؟ اي طبعا قدوه. انا اقول لك ليش، لان اي انسان يحبك انزين راح يقلدك بصغير، باصغر شيء تسويه لاكبر شيء تسويه، راح يقلدك حتى بتسريحه شعرك، فما بالك اذا الاشياء اللي تسويها يعني مثلا يومياتك بالانستغرام، يشوفك وين تروح وين تي، يشوف شنو شخصيتك، يشوف شنو صفاتك، راح يقلدك. منو من البنات في الخليج اللي تعتبرينها ليلى قدوه ايجابيه؟ قدوه ايجابيه سواء فنانه او شخصيه معروفه. اوكي شخصيه معروفه عندك بيبي الايوب، اكيد كل من يعرفها، بس مو من عمري يعني. بس تعتبرينها كفتاه خليجيه؟ كفتاه خليجيه قدوه. عندك الحين وايد طلعوا ناس يعني زي فنانه تعتبرينها قدوه ايجابيه؟ الهام الفضاله عندك قدوه ايجابيه. عندك قدوه تقولي لنا قدوه سلبيه؟ قدوه سلبيه؟ اي قدوه سلبيه والله انا اقول لك منو. عندك في ناس طلعوا وايد مؤخرا بالانستغرام يضحكون ويسولفون ويرقصون وما ايش يسوون، هذه طبعا قدوه سلبيه. ما راح تقولين اسمائهم؟ بلى. عندك هي والنعم فيها كشخصها انا ما ادري، بس هي اثرت وايد سلبيا على ان المجتمع وعلى صوره الفتاه الكويتيه. عندك واحده اسمها دانا اللي بانستغرام. عندك وايد ناس قاموا يطلعون يستعبطون البنات يعني، فانا اقول لهم انتم بالنهايه بنات، فاتمنى ان بالعكس تمثلون، اذا تبون تمثلون صوره البنيه الكويتيه مثلوها عدل، علشان بالنهايه انا ادري هي يمكن كويتيه او مو كويتيه، نعم. بس ما نبي احنا شيء واحد ياثر على مجتمع بكبره. انت اليوم اصغر فنانه موجوده على ريد كاربت ومو هامك شيء. اي مو هامني شيء. مو هامني شيء بمعنى مو هامني شيء، بس انا قاعد انصحها، عرفت؟ واللي يحبك ينصحك. انا والله البنيه ما اعرفها ولا شفت منها شيء، ومسكينه يمكن وكل شيء، بس ان
يضايقني لما اشوف الناس شنو يكتبون لها. وكالة يقولون، قلتي قالوا يقولون، والمانشيتات وكل اللي قلتيه في وسائل الإعلام بعد قليل.